السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيان؟ والله الا وليت كنتوحشكم. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، واللي مريض يا ربي تشافيه، واللي كيقرا يا ربي تنجحو، واللي عنده شي امنيه يا ربي تحققها ليه، واللي عنده شي هدف يا ربي توصلوا ليه، والله يسهل علينا وعليكم كاملين. كيقول واحد المثل: ديرها في الرجال ونساها، وديرها في النساء وتسناها. القصه ديالنا ديال اليوم كتهضر على كيد النساء، وباللي المرأة فاش كدير في راسها الانتقام راها كتوصل ليه وما عندك ما دير معاها. قصتي غادي نبداها لكم قبل 10 سنين من دابا، ملي كنت مازال صغيرة وزوينة وكل شي كان كيحمق عليا. اش منك يا عينين كانوا عندي، واش منك يا شعر مسبسب، واش منك يا لاطاي. المهم كنت كاملة مكمولة. انا كان عزيز عليا غير نقرا. كنت من واحد العائله بسيطه بحالها بحال اي اسره مغربيه. كان عندي واحد اختي صغيره مني تقريبا بواحد 5 سنين ولا 6 سنين، وكان عندي خويا هو الصغيور. المهم الحمد لله كنا متفاهمين وما خاصنا حتى شي حاجه. انا كنت كنقرا مزيان، وكان الحلم ديالي هو نتخرج شي محاميه ولا شي حاجه عندها علاقه بالقانون، حيت كان كيعجبني القانون بزاف. داكشي علاش مشيت للافاك ودرت قانون فرنسي. كنت كنمشي نقرا وانا فرحانه وعجبني الحال، حتى لواحد النهار اللي هنا غتبدا القصه ديالي. دخل واحد الشاب كيهبل بالزين، حمقني وسطاني وما بقيتش قادره كاع نفكر في شي حاجه وحده اخرى، لا بقرايتي لا بحتى حاجه. كي داير الطوله والتجريده، البنات كاملين بقاو حالين فيه فمو. ما هضر معايا ما هضرت معاه، بقينا هكاك تقريبا واحد 6 شهور. كيدوز من حدايا كنشوف فيه، كندوز من حداه كيشوف فيا. المهم انا كنت حاسه بلا كنتبادلوا النظرات، وبلا حتى انا كنعجبو من طبيعه الحال نعجبو. انا كنعجب الدراري كاملين اللي تما في الصف ديالي. واحد النهار هو يجي لعندي، غير شفتو جا لعندي وشدتني السخانه والترعيده وحشمت، وما عرفت ما نقول له. الهضره تلفات ليا، قلت لي وعليكم السلام. قال لي بصراحه كنشوفك ديما هنايا وكتعجبيني بزاف، وانت عارفه بلي راكي كتعجبيني، ولكن ما قدرتش نجي نهضر معاك، كنت ديما متردد، خايف لا تمشي تصديني ولا خايف يكون عندك شي علاقه ولا شي حاجه. ما عرفتش، ولكن اليوم قررت انني نجرب حظي. دابا الا ما كانت عندك حتى شي حاجه ولا كنتي موافقه، نمشيو لشي كافي نشربوا شي حاجه وديك الساعه نهضروا. انا من طبيعه الحال واخا فيا الحشمه والخلعه ما ترددش، مشيت كنجري معاه. قلت ليه ماشي مشكل. جلسنا بداك الكافي، فتحني بالمشاعر ديالو، فتحته بالمشاعر ديالي، بقينا هكاك. المهم درنا واحد العلاقه، بدينا كنخرجوا مره للحديقه، مره كنمشيو للكافي. بقات هكاك الايام، واتفقنا على اننا غير نتخرجوا راه غادي يجي للدار ويتقدم لي ويخطبني. المهم دازت على العلاقه ديالنا تقريبا شي عامين، وفاش تعرفنا انا وياه راه كنا يلاه في السنه الاولى ديالنا في الجامعه. المهم ما بقيناش قادرين على اننا نتفارقوا على بعضياتنا، ولينا كنبغيو بعضياتنا بزاف. واحد النهار هو يجي لعندي، قال لي شوفي انا ما بقيتش قادر نتفارق معاك، غادي نمشي لعند باك وغادي نطلبك للزواج. قلت ليه كيفاش غادي دير تطلبني للزواج؟ كيفاش غادي نزوجو؟ حنا مازالين كنقراو، مازال انت ما متخرج، ما فين غادي نسكنو، فين غادي نعيشو؟ قال لي المهم غادي تصبري معايا وتعيشي مع والديا حتى نتخرجوا، وديك الساعه راه غادي نخدموا ونعاونوا راسنا ونشريو شي دويره ديالنا ولا نكري ولا اللي كان. انا طرت بالفرحه فاش سمعت داك الهضره من طبيعه الحال. واخا بزاف ديال الحوايج مازال ما دارسينهمش، ولكن كيهمني غير نبقى معاه في دار وحده وما نتفارقش معاه، لحقاش تعلقت به بزاف ما بقيتش قادره نتفارق معاه. وداك الشيء اللي كاين، جات قدام البابا. بابا من طبيعه الحال غير سمع الموضوع رفض تماما. قال لي كيفاش غادي تزوج بنتي وانت مازال كتقرا وهي مازال كتقرا؟ وزيدون انا باغيها تكمل قرايتها، باغيها تخرج، هي عندها احلام عندها طموح، ماشي دابا الزواج بلاتي عليكم. حنا اصرينا على اننا باغي نتزوجوا. بابا مسكين كان ما كيرفض لي حتى شي طلب، شاف حتى هي هو يوافق، وقال لي هو لكن شرط واحد اللي غادي نشرط عليك، هو تكمل قرايتها ما تجلساش من القرايه. وفرحت بزاف ودرنا واحد العرس غير صغيور، ما بين العائله وما بين الناس اللي كنعرفوا، ومشيت عنده لدارو. بقينا هكاك واحد المده قصيره، ما كملتش تقريبا حتى واحد 4 شهور وانا نحمل. كنت باقا صغيره وما عرفاش كيفاش ندير الاحتياطات ديالي، ومازال عرسان جداد وفرحانين. المهم حملت وبقيت كنمشي لافاك. الشهر الاول الشهر الثاني واحد شويه وانا نمشي لعند الطبيب، وهو يصدمني الصدمه الكبيره. قال لي مبروك مدام عندك توام. انا فاش سمعت عندي التوام وانا نتصدم. واش انا دري واحد وما قادراش نربيه؟ كيفاش غادي نربي هاد التوام هادو؟
وانا مازال عندي بزاف ديال الحوايج، ومازال لي واحد العام باش غادي نتخرج، ومازال باغا ندير الماستر ديالي، ومازال بزاف ديال الاحلام باغا نديرهم، وانا غير عايشه مع دارهم، مازال ما عندنا حتى شي حاجه. المهم فاش سمع هو هاد الهضره هادي فرح بزاف، ما قداتو فرحه، بالعكس كان عاجبو يكون عنده وليدات، وبصراحه كان كيبغيني بزاف، كان كيشوف بلا هاد الوليدات هادو هما السعاده ديالنا والثمره ديال الحب ديالنا. المهم بقيت هكاك حتى ولدت واحد البنيه وواحد الوليد كيهبلوا بالزين، ولكن بدلوا لي حياتي بزاف، وليت غير هي معاهم، وليت من طبيعه الحال ما كنلقاش الوقت باش نمشي نقرا ولا باش نراجع ولا حتى شي حاجه، وليت ملاهيه غير مع الولاد ومع الدار. كنعاون والديه في الطياب، بصراحه والديه كانوا الله يعمرها دار. باه كنت عزيزه عليه بزاف، وامو حتى هي كانت مسكينه ديما كتعاوني في التربيه، ولكن جوج بزاف عليها. بقيت هكاك صافي حتى قررت انني نجلس نهائيا من القرايه، لحقاش ما غاديش نقدر نوفق ما بين قرايتي وما بين هاد الوليدات هادو. وحتى سعيد فاش عرف هاد الخبر هادو فرح، حتى هو قال لي من الاحسن انك تجلسي وتقابلي الوليدات، انا ان شاء الله راه غادي تحسن اموري، وراه غادي نتخرج، وراه غادي نخدم، وغادي نعوضك على هادشي كامل. وداك الشيء اللي كاين. دازت ايام ومشات ايام، سعيد تخرج، مشى دار ستاج ديالو مع واحد المحامي، وبقى خدام معاه تما، وفي نفس الوقت كيقرا الماستر ديالو. المهم كمل الماستر، حل المكتب ديالو خاص، الامور ديالنا بدات كتحسن، وليداتنا بداو يكبروا، شرينا طوموبيل. واحد شويه وحنا نفكروا اننا نشريو شي دار اللي تكون مناسبه لينا، ونخرجوا من الدار ديال العائله ديالو، لحقاش راه عشنا معاهم بزاف، وليداتنا تبارك الله راه كبروا، راه داروا 5 سنين. خاصنا حتى حنا يكون عندنا دارنا، خاصنا حتى حنا تكون عندنا شي حاجه ديالنا. بدينا كنقلبوا حتى طحنا في واحد العماره زوينه، كاع المواصفات اللي فيها هما اللي كنت انا باغيه. عماره هاديه، فيها لا بيسين، فيها الجرده كبيره، المدرسه ديال الدراري حدانا، ما كان خاصها حتى شي حاجه غير انني نسكن فيها. المهم داكشي اللي كاين، درنا اللوازم، شريناها وسكننا. النهار الاول النهار الثاني وهي كتدق عليا واحد المراه، حليت عليها وانا نلقاها واحد المراه تقريبا ما كبيره ما صغيره، تكون عندها داك 42 عام، ومعها بنتها تكون عندها تقريبا داك 19 عام 20 عام. جايين وهزين في يديهم الحلوى، الكاطو، التخربيق بحال هكا. وانا نقول لها السلام عليكم لاله. قالت لي وعليكم السلام، كي دايره لاباس عليك؟ انا راه جارتك سميتي ابتسام، وهذه بنتي مروه، راه حنا ساكنين غير في هاد الدار هذه اللي حداكم. عرفتي راه حنا شي عام وحنا ساكنين، ما سكنوا حدانا حتى شي واحد، وكنا قنطانين انا وبنتي. وفاش عرفناكم سكنتوا والله الا فرحنا ومتنا بالفرحه، وخصوصا فاش عرفنا بلا عائله ساكنه هنايا وناس دراوج، قلنا الحمد لله، واخيرا غادي يولي عائله ساكنين حدانا ونتوانسوا معاهم. كاهي هلا لا مرحبا، ايوا دخلي بعدا نديرو شي كويز ديال اتاي ونهضروا ونتعرفوا مزيان. داكشي اللي كاين. دخلت المراه هي وبنتها، بقينا كنتعاودوا كلمه من هنا كلمه من هنايا، ضحك على هادي قول هادي. لقيتهم ناس ظريفين وبحالي ضحكيين شعبيين بزاف، وعجبني الحال. غير جا سعيد وانا نقولها ليه، قال لي وبعدا مزيان، لقيتي مع من تونسي، لقيتي مع من تبقاي تدخلي وتخرجي، باش ما تبقاش غير قنطانه هنايا. قلت لي والله الا عرفتي جاو مساكن وجابوا لي في يديهم داكشي اللي قسم الله، وبقاو كيضحكوا معايا ورحبوا بيا، عجبني الحال. المهم بقات هكاك، مشات ايام ودازت ايام، ولات العلاقه ديالنا قريبه بزاف، ولاو بحال الخوت انا وياهم. نمشيو بجوج نجيو بجوج، لا بغات نتقدى شي حاجه راهم معايا، بغاو يتقداو شي حاجه راه انا معاهم. المهم مع بعضياتنا ما كناش كنتفارقوا. حتى لواحد النهار مرضت واحد المرضى خايبه بزاف، وليت غير كنتقيا ونمشي على فمي، غير كنرد غير كنرد، حتى ولات حاله ما خليت حتى شي طبيب ما مشيت عنده. اللي شافني كيقول لي ما عندك حتى شي حاجه، يقدر يكون غير شي حاجه كليتيها ولا شي تسمم خفيف. كيعطوني الدوايات، ما حدي كنشرب داك الدوايات، وانا غير كنزيد نمرض. بقيت على داك الحاله تقريبا واحد 6 شهور، بقيت كنضعف كنضعف كنضعف، حتى ولا وجهي حالته حاله ما يشوف فيا حتى شي حد. وكيولى شعري كله كيطيح، ولا شفاري كيطيحوا، والوجه ديالي صفار، والصحه ديالي غير غاديه وكتراجع. واحد النهار هو يرجع راجلي من الخدمه، غير جاي وهي تعرض ليه البنت لابسه واحد الكسيوه قصيره، وهي تقول ليه السلام، اجي نقول لك شوف، انا دابا راه يلاه كنت مع مراتك، راه مسكينه كانت عيانه، راه يلاه شربت الدواء، الوليدات ديالك راهما معانا، وحنا راه دايرين واحد الغدا اللي كيعجبك بزاف، دخل تغدى معانا. قال لي لا 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 غير خليني عطيني الولاد وراه غادي نمشي، راني عيانه، بغيت غير ندخل حتى انا للدار ونعس. قالت لي والو والله ما تمشي، اصلا راه مراتك راه هضرنا معاها، راه حتى هي موجدي لها الماكله ديالها، راه غادي تفيق غادي نديو لها حقها، اجي تغدى معنا صافي بلا ما تدخل تبرزها، راه هي مسكينه خليناها عيانه، راه من الصباح وهي كتقيه.
هو من طبيعة الحال دخل عندهم، دخل بقات البنت كدور حداه بداك الكسيوه، مره كدير راسها غتحني تجيب شي حاجه، مره كدير راسها هي غادا قدامو راه نسات شي حاجه. المهم بقات كديروا الاغراءات ديال الدنيا والدين قدام ما امها عارفه. ايوا حتى الراجل اشنو غادي يطرا؟ غادي يطيح في الشبكه. المهم بقاو هكاك الله اعلم شحال، حتى لواحد النهار وهي تجي عندي اختي، جات عندي اختي مسكينه باش تقابلني. واحد النهار جالسه كتطل في البالكون وهي تبان ليها الطوموبيل ديال سعيد وقفات، كتسنى هو غادي يدخل، بقات كتسنى هو يجي، هو غيجي. الراجل هو حط الطوموبيل في الباب، انا شفتو بعيني ولكن ما دخلش لدارو. بقات كتسنى نص ساعه، ساعه، ساعتين، الراجل ما جاش للدار. ما فهمت والو، واختي كانت مطيوره وكطيرها في السما. خرجت لباب الدار وبقات قانيه كتشوفو منين غيجي. علاش هو تعطلها كامله مع انها شافتو راه هو بلاصه الطوموبيل لتحت. بقات قانيه عليه قانيه عليه قانيه عليه حتى خرج من الدار عندهم، وهي تدخل بلا ما يشوفها. واحد شويه وهي تجي لعندي قالت لي شوفي اختي هادشي اللي انت فيه انا راه ما عجبنيش، انا ما عرفتش هادشي اللي انت فيه واش ديال الاطباء ولا ديال الله، ما خليتي فين داويت وما بان عليك حتى شي حاجه، صحتك غير غاديه وكترجع، شوفي راسك في المرايه كيفاش وليتي. قلت لها انت اختي قلتيها وراني مشيت عند الاطباء كاملين ما خليت ما درت، شنو غادي ندير؟ قولي لي شنو غادي ندير. قالت لي شوفي هادشي اللي انت فيه راه ماشي ديال الاطباء، انت راكي واكله شي حاجه. قلت لها وها انا كاع واكله شي حاجه، اشنو غادي ندير؟ قولي لي ياك انت هي المزقه ديالنا، قولي لي شنو غادي ندير. قالت لي راه كنعرف واحد العواده في مراكش غادي نمشيو ليها وان شاء الله راه هي اللي غادي تشافيك. قلت لها واش كتنزي على الوقت؟ واش كتشوفيني انا ديال الصفر؟ واش عارفه من هنايا للرباط حتى لمراكش شحال ديال الوقت؟ قالت لي ماشي سوقك، انا غادي ناخذ شي طوموبيل غادي نكريها وغادي نمشيو ضحكين لاعبين حتى نوصلوا تما، ندوزو نهار وجربي ربما يجيب الله على يديها التيسير وحنا مفوجين وحنا مبدين الجو. بقى جالسه ليا نتيا تما غير في داك الدار في داك البطانيه تا شي نهار تموتي. بقيت كنفكر في الموضوع وقلت علاش لا، خليني نجرب. ما خليت ما جربت، جربت الاطباء كاملين، جربت الدوايات كاملين، خليني ندير هاد التفويجه مع اختي وفي نفس الوقت نجرب. بطبيعه الحال فاش عرضت على سعيد هاد الفكره هذه ما ترددش كاع بانه يوافق، لحقاش خاصو تخواليه الدار ويبقى بوحديتو. اختي ما قالت لي داك الساعه حتى شي حاجه. مشينا جلسنا النهار الاول في واحد لوطيل، النهار الثاني مشينا عند داك المراه وغير دخلت عندها كنشوف بزاف ديال الناس عندها والدنيا عامره كل واحد منين جاي. وهو تجي عندي واحد المراه غليظه وهي تعطيني واحد نص لتر ديال الحليب واحد نص لتر ديال الماء. قالت لي شوفي غتشربي هاد نص لتر ديال الحليب كامل وغتتبعيه بهاد الماء، وهاد الطاسه اللي حداك الا مشات حتى جاتك التقيه تقيه فيها. داكشي اللي درت، بقيت كنشرب جغمه ديال الماء، جغمه ديال الحليب، جغيمه ديال الماء، جغيمه ديال الحليب، وكنضحكوا انا واختي كنتغمزوا غير بالعينين. شوفي هذيك كي جالسه كي دايره، شوفي هذيك كيفاش هادي، وانا في بالي ما متيقاش كاع هادشي هذا اللي جايباني ليه اختي، غير قلت نجرب باش ما ندمش وصافي. المهم واحد شويه دازت تقريبا واحد نص ساعه كنتسناو النوبه ديالنا، دازت واحد نص ساعه وبديت كنحس براسي بلا باغا نتقيا. زيد داك الطاسه بديت كنرد شي ردان ما عمرني ما شفتو في حياتي. كنرد غير الكحوليه بحال الا الفاحم، بحال الا شي حاجه كحله، غير الكحوليه كنتقيا وما بغاتش داك الكحوليه تقطع. تقريبا بقيت شي 10 دقائق وانا كنرد حتى جاتني السخفه وسخفت بلاصتي. اختي مسكينه فاش شافتني تخلعات وهي تشوفي هذاك المراه الغليظه وقالت لها شوفي غير خليها ما تخافيش ما حتى شي حاجه. بقيت هكا جالسه ومجبده تما عندهم حتى وصلت النوبه ديالي. دخلت عند داك المراه قالت لي السلام عليكم، قلت لها وعليكم السلام. قالت لي والحمد لله على سلامتك. قلت لها كيفاش الحمد لله على سلامتي؟ قولي لي شنو هادشي اللي عطيتيني؟ قالت لي ما عطيتك حتى شي حاجه، عطيتك غير الحليب والماء وراكي شربتيهم وعرفتي الطعم ديالهم، ولكن داكشي اللي كنتي نتيا واكله راه هو اللي دار لك هاد الحاله هادي. قلت لها كيفاش؟ شرحي ليا. قالت لي شوفي شي واحد كان موكلك شي حاجه خايبه وكان كيوكلها لك غير بشويه بشويه، لحقاش كون كليتي هادي مره واحده كراكي متي. قلت لها ولكن مشيت عند الاطباء ما خرج حتى شي تسمم، ما خرج حتى شي حاجه. قالت لي هادشي ما كيخرج عند الاطباء. المهم الحمد لله على سلامتك، وراه باقي يومين خاصك تعاودي تجي لعندي، راه خاصك تعاودي هاد العمليه غدا ان شاء الله وبعدو وعاد تمشي في حالاتك. داكشي اللي كاين. اول ما خرجت من عندها حسيت براسي مرتاحه، بحال الا كان عندي شي حاجه في قلبي لداخل في القلب ديالي وتهزات وترمات. غير وصلنا قلت لاختي عافاك كي بغيت غير نعس نرتاح. وقبل هاد المده هادي كامله ما كنت كنعس ما كنت كنشوفه.
غير كنبغي ننعس كنحس بحال شي واحد واقف عليا، بحال شي واحد بغى يخنقني، بحال شي. وهاد الهضره هادي ما عمرني قلتها لشي واحد باش ما يتخلعوش. كان كيجيب لي الله راه غير كنتوهم، راه غير شي حاجه في خيالي وصافي. داك النهار غير وصلت للوطيل، قلت لختي عافاك اختي فيا ننعس وعيانه بغيت غير نعس. ما فقت حتى الصباح، ما عقلتش على راسي كيفاش نعس داك المده كامله. فقت الصباح وهي تقول لي اختي صباح الخير الزين. ايوا نوض يلاه نمشي نقلبوا على شي قهوه تكون زوينه هنايا ونفطرك احسن فطور. والشهيه ديالي كانت مفتوحه وفيا واحد الجوع. وداكشي اللي درنا، مشينا لواحد الكافي، جلسنا فطرنا بقينا كنضحكوا ومشينا عند داك المراه. تعاود عاوتاني داكشي اللي طرا البارح، نفس الديكور. عطاتني داك الحليب وداك الماء، بقيت كنشربهم عاوتاني وبقيت كنتقيه. المهم نفس داكشي اللي طرا النهار الاول. المهم النهار الثالث حسيت براسي مرتاحه بزاف، صافي رجعت كما كنت وحسن. بديت كنحس عندي واحد الطاقه بحال شي انسان اللي هو عادي، ما مريضه، ما عندي حتى شي حاجه. انا ما كنتش كنامن بصراحه بهذاك الشيء، ولكن من نهار وقع ليا هذا المشكل هذا وليت كنامن بزاف ديال الحوايج. المهم غير خرجنا من عندها وهي تقول لي اختي عرفتي شنو غادي ديري دابا؟ غادي نديك لواحد الصبه وغادي نتهلا فيك. داتني مسكينه لداك السبا، دارت لي حمام، داروا لي ماساج، قدت لي شعري واخا ما بقى فيه والو. درت لي الشفيرات، درت لي المكياج، درت لي الضفيرات. مشينا درنا شوبينغ، خدينا حويجات. قالت لي اليوم غادي ترجعي عند راجلك ما غاديش يعرفك نهائيا. والحمد لله حتى الضوء رجع لي في وجهي، حتى النور ولا وجهي منور كيما شحال هادي، غير في هذيك 3 ايام. واختي مسكينه عارفه شنو كاين وما بغاش تقهرني. المهم غير وصلنا للعماره، جايه حدا باب الدار باش نحلها، زعما باش ندير له مفاجاه، ما فراسوش راه انا غادي نجي. وانا كنسمع الضحوكات والتكركير، الضحوكات والتكركير. كنقول شكون اللي عندي هنايا في الدار؟ ما يمكنش، راه كاينين غير وليدات وكاين غير سعيد بوحديتو. شكون اللي كيضحك هاد الضحوكات هادي بوحديتهم؟ غير دخلت الساروت وحليته وانا كنت صدمت داكشي اللي شفت. المراه جالسه هي وبنتها لابسه غير واحد الشوميز قصيور وجالسين على الضحوكات، هو عاجبو الحال لابسه غير واحد الصفاطمه ديال السماطي وما قدو حال، وحاطين قدامهم الماكله وحاطين الديسير. والدراري خلاهم عند امه وجالس هو مرتاح مع راساتو. غير شفتهم وانا نطيح كنغوت بالصدمه. بقى كيسكتني وكيقول لي راكي ما فاهمه والو، راهما غير جاو حقا ما حقا، جابوا لي العشاء باش نتعشاو وبقاو جالسين معايا. قلت لها اش كتقول واش كتبرر؟ اختي بقات كتغوت وكتضارب معاه. قلت لي ارا نشوف داك التليفون ديالك، ارا نشوف. خطفت ليه التليفون دغيا دغيا حليته وانا نقرا غير داك الميساج الاخر. صافي حبيبي انا جايه. تصدمت وما عرفت شنو غادي ندير. اختي بقات غير كتهدي فيا. يلا بغيت نمشي نهز حوايجي ونمشي في حالاتي، وهي تقول لي اختي ما عندك فين تمشي، دارك هادي، واذا مشيتي في حالك هادشي اللي باغيه هاد العاقصه هي وبنتها، هما يمشيو برا وهو يتبعهم. قالك تمشي في حالاتك، انت مشيتي غير 3 ايام وهو جابها. هادي دارك ودار ولادك، يلا خرجوا الله يعاون من دار اختي. خرجوا كيتجاراو. وديك الساعه انايا الهبيله نجيب لهم البوليس، ولكن ما فكرتش وما عرفت ما ندير. بقى هو كيطلب ويزاوق. جريت عليه قلت له شوف ما بغاش نشوف وجهك نهائيا. مشيت طلبت الطلاق. صافي ما بقيتش باغا نبقى مع هذا الراجل هذا، كرهته اصلا، كرهته داك المنظر ما بقاش تحيد لي من بالي. ولات انا صحتي شويه بشويه كترجع ليا، وليت شويه بشويه كنرجع لحالتي الطبيعيه، وهو النهار على خوه كيزيد يرغب وجداوك. وانا نقول مع راساتي هذا بوات ولادي، غادي نتفارق معاه غادي نمشي عند الاخرى، شكون اللي خاسر؟ انا اللي خاسره، ولادي هما اللي خاسرين. وانا نجيبو لعندي. قلت له شوف غادي نرجع لك بشرط واحد. قال لي انا هو. قلت لي اولا غادي نرجع نكمل قرايتي، ثاني حاجه غادي تكتب لي هاد الدار باش الا طرات شي حاجه غتهد الدار هادي غتبقى لي انا ولادي، انا ما عندي فين نمشي الا مشيتي حتى طلقتيني. قال لها شوفي كاع اللي قلتيها اوامر، غير المهم نرجعوا وما تفارقش، انا لا عليك لا على ولادي، انا راه كنحماق عليك، راه غير هما بقاو كيدوروا بيا وطحت في الغلط، راه عمرني نعاود نديرها. المهم رجع لدارو، ولكن كيحسبكم نسيتها ليهم، والله لا نسيتها ليهم. مشيت وصلت العساس قلت له شوف غير تشوف عليهم شي حاجه عيط ليا وبحلاوتك اللي طلبتيها نعطيها لك. قال لي كوني هانيه، انا اصلا راني ما كنحملهمش من داكشي اللي داروا ليك. بقيت هكاك حتى لواحد النهار مع 6 الصباح معيط عليا، قال لي راه واحد الراجل دخل عندهم في هاد الساعه هادي، وانا راه غير قلت نعلمك حيت وصيتيني. قلت لي هاد الراجل هذا واش كتعرفوا؟ قال لي كنعرفو مزيان، راه جارنا، راه خدام في هاد المقاطعه هادي اللي حدانا. قلت لي شكون هو؟ قال لي فلان. قلت لي كنعرفو، كنعرف مرتو. قال لي عارفه كيما شفتيني ما شفتك، انا راه ما باغي مشاكل، انا راه غير وصيتيني وقلت لك. قلت لي ما تخافش بحلاوتك. قال لي هاد الراجل هذا راه كيجي عندهم ديما يا اما بالليل يا اما بالصباح باش ما كيشوفوا حتى شي واحد، وراه كيجلس معاهم تقريبا غير واحد الساعه ساعتين وكيمشي.
انا فاش سمعت داك الخبر طرت بلا فرحه، ومرات من طبيعه الحال كنعرفها. اتصلت بها في داك الصباح وعاودت ليها كلشي، وقلت لها راجلك عندهم في الدار راني شفتو بعيني. هي غير سمعت هاد الهضره هادي وبقات كتبكي وكتغوت. قالت لي انا كنت حاسه وعارفه بلا شي حاجه كاينه. الراجل تقريبا هادي مده وهو مبدل، ما بقى كيجلس معنا في الدار. المصروف ماشي شي مصروف ولا كيصرف. شكرا بزاف حيت اش قلتي ليا. المراه ما كدبات في عيطه. جات في داك الصباح كتجري وجايبه معاها البوليس. بقات كتدق وكتفرح في الباب: خرجي اخرج لهنا نشوفك. جات الاخرى حلات عليها وقالت لها: مالكي؟ اشنو كاين؟ اشنو واقع؟ دخلت كتجري دفعتها ودخلت للدار. لقات راجلها بطبيعة الحال جالس. جاو هزوهم البوليس كاملين. هي سمحت لراجلها، وهما حكموا عليهم ب6 شهور، وبقاو محبوسين حتى دوزوها. غير خرجوا جاو باعوا الدار ديالهم ومشاو ما عرفتهم فين مشاو. وانا بارك عليا غير داك الفضيحه اللي تشوفوا في داك العماره، وبارك عليا غير داك النظره ديال الشمته اللي شفتها في راجلي. هادو هما الزبل باش بدلتيني. ايوا خد دابا. وهنا القصه ديالنا كتكون سالات. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي اشتراك في القناه، ولايك وشي كومونتير زوين. مع السلامه.